ازيكم؟ النهاردة هنعمل كيكة جوز الهند بطريقتين مختلفتين، سهلة وبسيطة وهتعجبكم ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين الكيك بتاعنا واحدة بالشوكولاتة وواحدة بالحليب المحلى المكثف، طريقة سهلة وبسيطة. هنسمي الله وهنبدأ كده. معانا 4 بيضات بدرجة حرارة المكان، وهنضربهم بالمضرب كده زي ما انتوا شايفين. هنقعد نضرب في البيض كده لحد ما يعمل رغوة معانا. اول ما تشوفوا الرغاوي ظهرت في البيض كده هنوقف الضرب. هننزل بكوباية من السكر، وانا هنا هاخد كوبايتين الا ربع من السكر. هنزل باول كوباية واضرب كده زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي، وارجع اضيف الكوباية الا ربع التانية. معانا ظرفين من الفانيليا، ما يعادل معلقة صغيرة فانيليا. هنضرب كده كويس زي ما انتوا شايفين على سرعة عالية بالطريقة دي. هنا ربع معلقة ملح صغيرة، وهنا كوباية الا ربع من الزيت. هنضرب تاني بالشكل ده، وطبعا فضلا وليس امرا ما تنسيش اللايك والاشتراك، عشان طبعا دي حاجة بتسعدني وبتشجعني استمر معاكم. هنا معانا كوباية من الحليب بدرجة حرارة المكان. هنضرب كده زي ما انتوا شايفين، وهنجيب الدقيق بتاعنا. وانا هنا استعملت 3 كوبايات من الدقيق. طبعا هننخله ومش هنزل بيه مرة واحدة، هننزل بكوباية كوباية كده وهننخلهم بالشكل ده. خدنا اول كوباية ودي التانية. ايوه كده، دي التالتة. ننخل الدقيق كويس، وهنا هستعمل ظرف من البيكنج باودر، يعني معلقة كبيرة من البيكنج باودر. وهستعمل نص كيس من الكيك شيف، وممكن تبدلوها ببيكربونات الخبز. هتحتاجوا نص معلقة. هتقلبوها بعد كده بالشكل ده. ايوه كده، ودي كوباية من جوز الهند. هنقلبها كده بالطريقة دي، وطبعا مش بنقلب كتير. معلقة خل، ونقلب كده. وهنا كوباية الا ربع مية سخنة، ويفضل تكون مغلية. هننزل بيها كده ونقلب. وكده الخليط بتاعنا قلبناه، نتأكد منه ومن الجوانب انها اتقلبت كويس بالشكل ده. في الوقت ده هنجهز الصواني بتاع الخبز بتاعتنا او اي قالب تفضلوه. هنبطنه بالزبدة والدقيق كويس، ونغلفه كويس بالدقيق. وتأكدوا ان القالب او الصينية اللي هتخبزوا فيها تكون اتغلفت كويس بالدقيق بالشكل ده كده. انا اخترت الشكلين دول، وطبعا انتوا ممكن تعملوها في اي شكل انتوا تحبوه. هننزل كده بنص الكمية هنا والنص التاني في القالب التاني. هنديله خبطتين كده عشان نحاول نطلع الهواء اللي فيه، ونتأكد ان احنا طلعنا الهواء بعود خشبي كده. وهنلفها بالطريقة دي. فرن ساخن هندخلها على درجة حرارة 170 180
بتقعد حوالي من 25 ل30 دقيقة. هتطلع معانا بالشكل ده كده. هنختبرها بالعود الخشبي ونتأكد ان هي استوت معانا. ايوه كده. هنعمل فيها فتحات وهي سخنة كده معانا بالطريقة دي. هننزل بعلبة حليب مكثف محلى بالشكل ده كده. وطبعا الكيكة بتكون سخنة فبتتشرب الحليب معانا بسرعة. عايزة اقول لكم ان الطعم فعلا يستاهل التجربة. بالشكل ده كده ابتدت تتشرب معانا. هنطلع الصينية التانية. ايوه كده. هنسيبها تهدى معانا 5 دقايق وهنختبرها كده اول ما بتطلعها من الفرن. هنقلبها كده في طبق التقديم وهنخبط خبطتين كده زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. وهنجيب القالب التاني ونفس الحكاية هنكررها خبطتين وهنقلبه بالشكل ده كده. عايزة اقول لكم ان السوا بتاعها مظبوط جدا والوقت بتاع السوا كويس، يعني تتأكدوا من درجة حرارة الفرن بتاعتكم. في الوقت ده هكون سيحت 100 جرام من الشوكولاتة الخام على حمام مائي او في الميكروويف لمدة دقيقة. هنضيف عليه معلقتين من اللبن ونص معلقة من الزيت صغيرة علشان تدينا لمعة للشوكولاتة. وهننزل كده بالشكل ده عليها. ايوه كده. وهنا انا فضلت ازينها بجوز الهند، وطبعا تقدروا تضيفوا اي اضافات، واحدة من الكرز كده وهنزينها بيه. بجد الطعم حلو ويستاهل فعلا التجربة. هتعجبكم ان شاء الله لما تجربوها. وطبعا لو لسه مكملين معايا الفيديو فما تنسوش تكتبوا كومنت حلو وتصلوا على الرسول. هنقطعها اهي معاكم بالشكل ده كده. والكيكة فعلا طرية وهشة وفيها طراوة مش طبيعية. هتعجبكم، خدوها مع الشاي بتاعكم وان شاء الله تنول اعجابكم. دي كانت وصفتي النهاردة، يا رب تكون نالت اعجابكم. اشوفكم على خير في وصفة جديدة واكلة جديدة مع بسوم. سلام عليكم.